انتي بتعملي كل حاجة صح، مع ذلك غمقان الاندر ارم والبيكيني بيرجع تاني. النهارده هقولك ازاي تفتحي الاماكن دي وكمان تمنعي التصبغ الجديد. قبل ما اقولك تعملي ايه لازم الاول توقفي الغلطات اللي بتعمليها اللي بسببها مهما عملتي الموضوع مش هيتحل. بصي بقى الغلطات اللي بتعمليها في المناطق دي: تعملي شيفنج من غير اي ترطيب، ما بتعمليش تقشير للمناطق دي مرتين في الاسبوع، كمان بتلبسي لبس ضيق جدا فبيعمل احتكاك فيعمل التهاب فيقلب بغمقان، وكمان سكراب حبيبات للتقشير للمناطق دي، وبتستخدمي منتجات فيها مواد وروائح بتعمل تحسس اصلا. هقولك على روتين تمشي عليه عشان تهتمي بالمناطق دي. بعد ازاله الشعر بطريقه كويسه ما تعمليكيش اي تحسس، في حاله لو انت مش عامله ليزر استخدمي غسول من غسولات البشره الجافه الحساسه لانها بتبقى خفيفه جدا على البشره زي توبي جنتل بينك، وبعديه استخدمي كريم مهدئ زي لولافير او جل الصبار. كل يوم لازم ترطيب المنطقه دي بمرطبات غنيه باليوريا زي الاريجون، وكمان تتاكدي ان المنطقه دي ما فيهاش اي شعر يعمل اي تحسس او التهاب. استخدمي كمان كريمات تفتيح زي فولدكس ما فيهاش اي عطور او مواد تعمل تحسس. مره في الاسبوع هتستخدمي سيرم فيه جلايكوليك اسيد او ازيليك اسيد بالليل بطبقه رفيعه جدا بتحطيها على المنطقه دي، وممكن بعد كده تزودي المرتين في الاسبوع. طول اليوم لازم تلبسي لبس قطني وكمان تهتمي بتهويه ونظافه المناطق دي. بقى على شويه تبس عشان طريقه التعامل مع المناطق دي اهم من العلاج ذات نفسه. لما تيجي تعملي شيفنج او واكسنج لازم ترطبي المنطقه دي بكريم مهدئ زي نولافير او جل الصبار. كريمات التفتيح اللي فيها نايسيناميد وفيتامين سي ممكن تستخدميها 3 مرات او كل يوم، وكمان سيرامات المقشرات اللي فيها جلايكوليك اسيد وازيليك اسيد تبداي مره في الاسبوع بطبقه رفيعه او بقطنه على المناطق دي وتزوديها مرتين في الاسبوع. عايزه اقول لك شويه نصايح مهمه جدا عمر ما حد هيقولها لك. لازم تحددي سببها الاول، هل هي بسبب جينات ولا التهاب وعدوى بس، ولا بسبب امراض زي مرض السكر او الغده الدرقيه. لو في التهاب او عدوى لازم نعالجها الاول قبل حتى ما نفكر نعالج الغمقان. وعايزه اقول لك ان تفتيح المناطق دي اصلا اسلوب حياه لازم تكملي عليه طول حياتك عشان ما يرجعش التصبغ ده تاني، وهو محتاج فعلا صبر والتزام. لو مشيتي عليه هتلاقي نتيجه فعلا. وما تنسيش السبسكرايب عشان تاخدي معلوماتك من محتوى مبني على الجلديه والتركيبات.